ديت الاكسات بتاع الخنزير، هو بيبقى كاتبين رقم الاكس والمسمار وبعدين الابعاد بيسجلها على الخشب. مثلا دي 3 متر ونص، ده الاكس رقم 5. كل الاتجاهات بتبقى بنفس الطريقة كده. طبعا بيشد خيطان فوق، خيطان مساعدة، مينفعش يبقى الخيط بيبقى مشدود طبعا، مينفعش يبقى الخيط بيبقى مشدود. النقط دي بتبقى كلها على منسوب واحد، يعني النقطة دي النقطة اللي هناك نفس المنسوب. طبعا بميزان المية هو بيعمل كده، بميزان الخرطوم. دي القاعدة العادية، القاعدة العادية. دي الخيطان اللي على الأرض، الأكسات اللي على الأرض مساعدة، هي الأطفال بيشتغل بسقط البني أو الشغول بتاعه عشان يجيب النقط دي، عشان يعمل الأكسات تحت. انت الأكسات بتراجعها كويس، الأبعاد بتاعتها بتراجعها كويس، وبعدين هو يفك بقى الخيط يركبه، ومالكش دعوة، هو حر في الكلام ده. بتلاقي في التكيس الأبعاد مظبوطة بتاعت قواعد وأكسات مظبوطة.